واش بصح المغاربه ما غاديش يقدروا يتفرجوا الماتشات ديال المنتخب المغربي في كاس العالم؟ وغنقول لكم علاش دابا شويه. بقات شهرين وشي شويه يبدا كاس العالم 2026 وبداو كيبانوا الملامح ديال هذه البطوله. تحطات الاغنيه الجديده، بداو الفيديوهات الترويجيه كدور وكل شيء غادي مع الخطه. ولكن قبل ما نعرفوا علاش ما غاديش نقدروا حنا المغاربه نتفرجوا في هذا كاس العالم، اجوا نعرفوا علاش هذه البطوله بالضبط غتكون اسوء بطوله في تاريخ كاس العالم. ففي الوقت اللي العالم كيتسنى هذه البطوله اللي غتكون في امريكان وكندا والمكسيك، جيت نصدمكم باللي هذه البطوله للاسف ما غتكونش بحال اخر بطوله في قطر. واول حاجه كتاكد كلامي هي التجهيز ديال الملاعب. من نهار بدات التجهيزات وحنا كنسمعوا على ملاعب واعره تخسرت عليها الملاير، بحال ملعب ميت لايف في نيو جيرسي ومرسيدس بيز في اتلانتا اللي كلفوا 1.6 مليار دولار للواحد. ولكن الصدمه كانت فاش عرفنا ان هذه الملاعب العالميه ما كانتش اصلا صالحه للكره، حيت مفرشه بالعشب الاصطناعي. وهادشي فرض على المنظمين انهم يديروا عمليه جراحيه باش يبدلوه بالعشب الطبيعي غير باش يرضيو الفيفا. ثاني حاجه، فبمجرد انه تلقات الاغنيه الرسميه الاولى لايتر اللي دار لها الانتاج الكندي سيركوت وشارك فيها جيلي رول وكارين ليون، ناضت قيامه في مواقع التواصل الاجتماعي والجمهور الامريكي طلع عليها واعتبر ان الاغنيه بارده وما فيهاش ريحه الحماس الكروي. وصلت الانتقادات لدرجه ان البعض شبهها بموسيقى ديال اعلانات الطوموبيلات او الاغاني ديال الكنائس. هذا الهجوم جا حيت الناس قارنوها بروائع شاكيرا وريكي مارتن او البي تي اس وي ار دريمرز. ثالث سبب علاش غتكون هذه البطوله اسوء بطوله هي انه غيكون اكثر من 48 منتخب اللي غيلعبوا فيها في عوض 32، وهذا الشيء كيعني 106 الماتشات اللي غيتلعبوا. يعني صعيب بزاف تفرج الكميه كبيره منهم وتعرف السياق ديال البطوله كيفاش غادي. 48 منتخب اسيدي نقدروا ندوزوها بجغيمه الماء. ولكن فاش كتفهم ان هذا الشيء دارته الفيفا حيت بغات تكثر من الماتشات وبالتالي تكثر من العاقه، كتفهم باللي عام على عام كره كتخسر القيمه ديالها بسبب الفلوس، خصوصا ان الاثمنه ديال التذاكر خياليه ديال بصح، وغتجيب غير واحد النوع من الجماهير اللي نقدروا نحشوها في الطبقه المتوسطه العليا. حيت راه باش تفرج في هذه البطوله من الاول حتى التالي خاصك على الاقل واحد 20 مليون هي الاخرى، وهادشي الا كنتي بوحدك. اما الا كنتي مع العائله ديالك فغير ضرب على واحد 50 مليون. يعني الجمهور الشعبي اللي بصح متبع الكره وشغوف بها غيكون قليل بزاف وما غتحسش بنفس الحماس اللي تحس به في اخر بطوله. او ملي كنجيو للواقع اللي غيتلاقى مع المشجع المغربي البسيط اللي غادي يلقى راسو قدام جبل ديال العراقيل اولها الازمه ديال البرمجه اللي غتخلينا نعيشوا المونديال غير بالليل. خاص تعرفوا باللي ما بين المغرب وبين امريكا كاين الفرق ديال 5 السوايع. هذا الفرق ممكن يخلي نسبه كبيره ما تفرجش في الماتشات مثلا ديال المنتخب في المجموعه الثالثه ضد البرازيل في 13 يونيو واسكتلندا في 19 يونيو وهايتي في 24 يونيو مبرمجين كاملين مع 6 العشيه بالتوقيت الامريكان. وهذا الشيء كيعني اننا في المغرب خاصنا نبقاو فايقين حتى ل 11 الليل باش يبدا هذا الماتش، ومع السهير والتحليل غتوصل على الاقل وحده ولا جوج الصباح. هذا التوقيت غيقتل الفرجه الشعبيه ديال القهاوي وغيأثر بزاف على المردود ديال الناس في خدمتهم وفي قرايتهم، وصعيب اصلا كل شيء يتفرج في هذه الوقيته. زائد انه متوقع في الدور اللي موراه ان الماتشات تتلعب ما بين 7 او 9 الليل. يعني في المغرب غيتنقلوا ما بين 12 حتى 2 الصباح، وهذه غير الوقيته معايش غيبداو الماتش. اما راه يقدروا يساليو حتى 4 الصباح، وحنا عارفين 90% ديال المغاربه ما مشاركينش بين سبورت وغيخصهم ضروري يمشيو يتفرجوا في القهاوي. يعني حتى اقتصاديا المغرب ما غيستافدش. اسيدي عندك شي بركه الفلوس بغيتي تمشي تخسرها في كاس العالم والرحم الله غتلقى باللي الصدمه الكبيره كاينه في السليخ ديال الاثمنه. الفيفا سيدي اعتمدت التسعير الديناميكي، يعني كدير الاثمنه ديال التيكيات مقارنه بالاثمنه ديال الدوله، الشيء اللي خلى تذاكر المجموعات توصل ل 620 دولار في الوقت اللي تذاكر ديال الفينال في ملعب ميت لايف تقدر توصل ل 7875 دولار، وفي شي بلايص في التيران تقدر توصل حتى ل 10 المليون. يعني الا عطاتك الدوله الدعم تقدر بديك الفلوس غدا تصبح شاري بارتنر في السكن الاقتصادي. وهذا الشيء كله بلا ما نحسبوا مصاريف الاوتيلات اللي الثمن ديالها غيطلع من 300 دولار ل 1500 دولار الليله الوحده في ايام الماتشات. وحنا عارفين باللي المعيشه غاليه بزاف في امريكا، وحاليا كاينه هذه الحرب اللي زادت غلات المعيشه، والمغاربه اللي كيشدوا في الصالير اقل من 30 درهم في الشهر ما ننصحهمش انهم يهزوا بوالزهم يقصدوا الامريكان. وبطبيعه الحال مادام ان ترامب في الرئاسه فما خاصناش نساو التعقيدات اللي دارها في الفيزا اللي ولات كابوس حقيقي. فبالرغم ان امريكا نقصت مده المواعيد للشهرين، ولكن الشروط بقات قاصحه بزاف، فين كتوصل الرسوم ل 185 دولار بلا ضمانه، وزيد عليها خاص تكون حاط في البنك على الاقل واحد 10 المليون. وراه كاين دول بحال الجزائر اللي فرضوا عليهم 15 مليون، واخا انا بالي ديك 15 مليون وما غاتكفيش دوز بها حتى 10 ايام في هذا المونديال. يعني من هنا نتمنوا التوفيق للمنتخب، ترى محال يلقى بزاف الجمهور اللي يشجعوه من غير الجاليه اللي عايشه تماك او المؤثرين اللي غيمشيو مع الشركات. وهذا ما كان دوزو بخير.